عايزين نعرف من حضرتك التنبؤات اللي جايه علشان المشاهد اللي معانا ده يعرف اذا كان حضرتك فعلا متنبئ. طيب بإيه؟ انا قلت له اللي جاي. انت مش فاهمك، انت ده اشهر عالم بركه في حدائق الاهرام. وهنشوف اللي جاي. بالزبط. اللي جاي هو فصل الخطاب في بلدنا. بالزبط. تمام. نسمع بقى. اول حاجه، السياحه هتكون في العصر الذهبي وافضل وقت لها في مصر في الفتره القادمه، شهر 5 اللي احنا فيه و6 و7 و8. معدلات ما وصلتش في تاريخ مصر كله. ديت اول حاجه. وانا بصراحه متفائل. تاني حاجه، الذهب هيتراجع بعد ما كان زي الغول كده وماشي. حضرتك لسه قايل الذهب هيتراجع، فتنبئي التنبؤ غير ده. تاني، هي مش جديده بس ده هيتراجع تاني. بعدين ميعاد بقى احنا اللي هنقوله نعيده تاني ولا ايه؟ في ايه؟ الحاجه الثالثه، في ناس من بلدنا هنا مصر هتحصل او من الدول العربيه وكان لهم نصيب في جائزه نوبل او الجوائز العالميه، ونفتكر كلامنا ده. وعلى فكره بقى في خير جاي. كل طيب. ده انا سمعته من حضرتك. ماشي. انا عايزه تنبؤات جديده لبرنامج ساعه زمن. حاضر. علشان لما تحصل يرجعوا لبرنامج ساعه زمن. استاذ عبد الرحمن قال التنبؤ ده لساعه زمن. فضل. الفتره اللي احنا موجودين فيها من هنا على العيد الكبير واقصاها اخر 7، في فنانه كبيره جدا هتعتزل الفن. اخرس يا عم الفتاي. وهيكون التحجب والاعتزال بتاعها مدوي. تصدقوش ده كداب. في فنانه هتتزوج وفنانه برضه هتعتزل، والفنانه اللي هتتزوج دي سنها برضه مش صغير، 60 او فوق ال60. انت تعرفني يا قمر. رابع حاجه، في طبعا يعني نادي من الانديه الكبيره ممكن مثلا يكون رئيس النادي الاعمار برضه بادئ على اخر السنه دي، من الانديه الخمسه الكبرى. هيتوفى؟ ما نقولش بقى ينتقل الى رحمه الله. يا بنت هو الخالق الناطق. يما لا مش قوي كده. يا بنت هو يا بنت. يما لا مش قوي. يا جدعان انا شبه خروف عندكم ولا حاجه؟ بعد كده في حاجه تانية برضه، في فنان كبير، اكبر فنان في الشرق الاوسط او فنان كبير جدا، ده ممكن يكون في خلال مش يعني لن يتجاوز الشهرين، والاعمار بيد الله. انا قلت في مقدمات او في معطيات بتعطي نتائج. انت بتشرب مخدرات ياض. وفي شفافيه موجوده. احنا ليه ما بنصدقش ان في حد ممكن؟ على فكره الناس كانت بتروح للسيده الرابعه العلويه بيسالوها قبل الحرب وكانت بتتنبأ لهم وبيحصل صح. والله العظيم اللي انا بقوله ده صدقا، ما في كلمه كذب ولا كلمه اي حاجه. قلت لك يا دكتور مفيش حد هيفهم اللي انت بتقوله. اشرح لك. طب كمل لنا التنبؤ معلش. ماشي. التنبؤات دي قلناها. خش على بعض يا عم الحاج. والحاجه اللي بعد كده كمان، محمد صلاح هيحصل على جائزه احسن لاعب افريقي، بس برضه مش هياخد جائزه احسن لاعب في العالم. بس يا حبيبي دام انت اتكلمت على الكوره بقى، قول لنا نتيجه الماتش اللي جاي للاهلي والترجي. طبعا الاهلي والترجي هيخلص الاهلي على والترجي المباراه هناك هتبقى برضه صعبه شويه، بس هتخلص 1-1 او 2-1 لصالح الترجي. لا دي بقى مش صح. ايا كان، بس الاهلي هيسجل والترجي هيسجل في المباراه دي، مش هتنتهي 0-0، هيكون فيها اهداف وممكن برضه يكون فيها ضربات ترجيح والمباراه شغاله. وانا عارف وانا قاعد اللي في قلوب كل اللي موجودين حواليا ان الراجل ده النبوءه بتاعته ممكن ما تتحققش او تتحقق. دي حقيقه. بنشوف ناس بتمشي مثلا في امان، ليه مش مؤمنين ان ناس ربنا اختصهم؟ حكيم، شغل فجر الاسلام ده مش هيمشي معايا. حضرتك ممكن تكون مخاوي. ده اللي انا كنت قلقان منه وخايف. انا عملت تفاؤل في الشارع المصري، في الشارع المصري والعربي ما حصلش ممكن يكون من كام سنه. ادي اللي احنا خدناه من الحشيش وشرب القهوه. قلوب العاشقين دكتور محسن ترى ما لا يراه عشان انا مش قلت لك مش قادر افهمك؟ يا عم ده راجل نصاب، يا عم ده دجال نصاب. وشيماء زفت اللي بره دي خدت مننا كل المعلومات ودخلت على الفيسبوك وجابت كام معلومه زياده وقالتها له.